وكان مشايخنا لا يزالون يقولون: لا شيء أنفع لحافظ القرآن في تثبيت حفظه من كثرة قراءته. هذه القاعدة. ثم يقولون كالتالي: فأعظم ما يكون في تثبيت حفظه لقراءته وتكراره أن يقرأه على من يسمع له، قرينا كان أو صاحبا أو أستاذا، فقراءته على من يستمع إليه أثبت لحفظه من قراءته لوحده. ثم إمامته بما يقرأ في الصلاة أنفع له من قراءته على من يستمع إليه. وأما القيام به في قيام الليل فهو أنفع وآكد وأثبت من ذلك كله. لا شيء أعون لحامل القرآن على تثبيت حفظه من قراءته له في قيام الليل.